اخواتي مبرمجين اولى ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص وصلنا لاهم فيديو في السنه كلها. الفيديو ده هو اللي هيحل عقدتك في البرمجه وهيخليك تقفل الامتحان. حرفيا هيخليك تقفل الامتحان، انا مش ببالغ. ليه هيخليك تقفل الامتحان؟ لان انا في الفيديو ده حاطط لك بص لوكشه اسئله كده، كل سؤال فيهم على تفصيله في المنهج. يعني انا بص مدلعك مغرقك اسئله. طيب هتقول لي يا عم ايه الاسئله دي؟ هقول لك مقررات الوزاره كلها حاططها لك هنا، مش سايب سؤال. اهم اسئله في كتاب المدرسه حاططها لك، وفي شويه اسئله كده يعني انا حاططهم من دماغي، بس اسئله يعني مش كتير بس فيهم فكره حاططهم لك. فيلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. بسم الله، يلا بينا. اول سؤال ونقول بسم الله. ما المقصود بشبكه الكمبيوتر؟ برنامج لتخزين البيانات، ولا مجموعه اجهزه متصله لتبادل البيانات، ولا جهاز اخراج، ولا نظام تشغيل؟ لا، احنا قلنا ان شبكه الكمبيوتر دي هي شبكه بتشبه شبكه العنكبوت. بتستخدم في ايه؟ بتستخدم لتبادل البيانات. يبقى مجموعه اجهزه متصله لتبادل البيانات، يبقى الاجابه رقم ب. سؤال 2. أي مما يلي يعد مثالا على شبكة محلية لان؟ احنا قلنا في نوعين من أنواع الشبكة. نوعين من أنواع الشبكة، لان ووان. قلنا اللي لان حاجة محلية صغيرة على الضيق، إنما وان نطاق واسع. فلان هتبقى الانترنت ده نطاق واسع. شبكة دولية دي نطاق واسع. ولا شبكة أجهزة داخل مبنى واحد؟ شبكة أجهزة داخل مبنى واحد نطاق ضيق. أي من التالي يعتبر وسيلة اتصال لاسلكية؟ في فرق بين سلكية ولاسلكية. بص من غير ما أشوف، واي فاي بيستخدم في الأسلاك ولا أي حاجة، لاسلكية. طب لو سلكية تبقى إيثرنت. إيثرنت ده اللي هو الكابل بتاع النت، أو الكابل النحاسي، أو كابل الألياف الضوئية، كل ده كابلات فده سلكية. أي نوع اتصال يتميز بأعلى سرعة في نقل البيانات؟ الكابل المحوري، ولا البلوتوث، ولا الأشعة تحت الحمراء، ولا الألياف الضوئية؟ هتبقى الألياف الضوئية. ما وظيفة عنوان الاي بي؟ معلش السؤال ايه ملخبط. ما وظيفة عنوان الاي بي؟ تحديد اسم الموقع، ولا تحديد موقع الجهاز على الشبكة؟ تحديد موقع الجهاز على الشبكة. ليه؟ لأنه احنا قلنا إن كل جهاز على الشبكة أو على النت بيبقى ليه اي بي مختلف عن التاني. كل موقع على النت بيبقى ليه اي بي مختلف عن التاني. ماشي. يتكون عنوان الاي بي فيرجن 4 من ايه؟ من 4 مجموعات من الارقام. قلنا 4 مجموعات من الارقام، كل مجموعه متكونه من 8 بت. يبقى الاي بي كله كام؟ 32 بتس. ماشي. الشبكة التي تغطي مساحة جغرافية كبيرة، احنا قلنا في نوعين من الشبكة، لان ووان. اللان حاجة على الضيق، الوان حاجة على الواسع. فهتبقى لان ولا مان ولا ايه؟ مان دي هتبقى وان. في نمط بير تو بير تكون الأجهزة متساوية في الصلاحيات. تقنية بلوتوث اللي كلنا عارفينه، تستخدم غالبا في ربط أجهزة قريبة المدى. تبقى ايه؟ انت مثلا هتبعت لحد صوره بلوتوث ولا حاجه، هل ينفع تبعت لحد بلوتوث وهو بعيد؟ لا، بتبقى قريبه المدى. طيب من عيوب الاتصال اللاسلكي؟ سهوله الاستخدام، ولا المرونه، ولا قله التكلفه، ولا التاثر بالتشويش؟ التاثر بالتشويش. هقول لك، لما انت دلوقتي العساكر في الحرب مش بيتكلموا بعض باللاسلكي بيحصل ساعات تشويش، فده من عيوب الاتصال اللاسلكي، التاثر بالتشويش. ماشي. اي من التالي مثال صحيح على عنوان الاي بي؟ احنا قلنا الاي بي ده بيبقى عامل ازاي؟ الاي بي ده بيبقى من 4 بلوك، يعني 4 مجموعات، كل مجموعه فيهم تتكون من 8 بت. 8 بت. هيطلع في الاخر ده كده بالنظام ايه؟ بالنظام الثنائي. بنحوله من نظام ثنائي لنظام عشري، فبيطلع في الاخر بالشكل ده. ده الاي بي. طيب لا خلينا كده. ما فائدة اسماء النطاقات اللي هي الدومين نيمز؟ هتقول لي ايه الدومين نيم دي؟ هقول لك اللي هي جوجل
جوجل.com، فيسبوك.com، اي حاجه .com .net، اي دومين. تمام. ايه فايده الدومينات دي؟ هقول لك. كل دومين بيبقى مرتبط باي بي، يعني ده ليه اي بي وده ليه اي بي، اي موقع على النت ليه اي بي. فهل لازم نحفظ بقى الاي بيهات موضوع قصه؟ فحوله من الاي بي للدومين عشان يبقى سهل الاستخدام وسهل الحفظ. فهنا بيقول لك ايه؟ استبدال عنوان اي بي باسم سهل التذكر، فتبقى الاجابه الف. معلش ايه التنسيق ما كانش احسن حاجه. طيب، اي نمط شبكه يعتمد على وجود خادم رئيسي. خادم، اول ما تسمع سيره خادم دي، خادم يعني سيرفر. ماشي، سيرفر هتبقى كلاينت سيرفر. من فوائد استخدام الشبكات، من فوائد استخدام الشبكات زيادة حجم البيانات ولا مشاركة الموارد والمعلومات؟ مشاركة الموارد والمعلومات. احنا قلنا اللي هي زي ايه؟ زي شبكة عنكبوتية بتتبادل البيانات. طيب، أي من التالي يعد طريقة اتصال سلكية؟ احنا قلنا لا سلكية اللي هي الواي فاي، انما سلكية هتبقى ايه؟ كابل الألياف الضوئية. ده لا سلكية، البلوتوث طبعا مش بسلك، ولا الواي فاي بسلك، ولا دي بسلك، فهي كابل الألياف الضوئية. يفضل استخدام الاتصال السلكي لأنه أكثر استقرار وأمانا. ليه أكثر استقرار وأمانا؟ لأن الاتصال اللا سلكي بيحصل له ايه؟ بيتاثر بالتشويش. تمام. يبقى من عيوب الاتصال اللاسلكي بيتاثر بالتشويش. يبقى يفضل استخدام الاتصال السلكي لانه اكثر استقرار وامانا. اي من التالي يعد اسم نطاق؟ كلمه اسم نطاق دي يعني دومين. واحنا قلنا ان الدومين ده اللي هو جوجل.com، فيسبوك.com، منصتي سعيد.com، ما ده اسم دومين. يعني منصه سعيد.com دي ليها اي بي. تمام. بس اكيد لما اجي اقول للطلبه خشوا على الموقع ده مش هديهم رقم الاي بي واقول لهم خشوا بيه، لا، هديهم الدومين اللي هو سعيد.com. ده اي بي وده اي بي وده اي بي. ده دومين www.school.edu، ده الدومين. تمام. ده بقى مرتبط باي بي اصلا، يعني مرتبط باي بي زي دولت كده. بس الناس مش هتخش على اي بي، مش تكتب اي بي في السيرش بتاع جوجل، لا، هتكتب دوت. طيب، الخادم المسؤول عن تحويل اسم النطاق الى عنوان اي بي هو، بص يا عمي، انت دلوقتي قلت لك عندك الاي بي ده مرتبط بدومين. الدومين ده اللي احنا بنستخدمه، احنا ما بنستخدمش الاي بي. في حاجه في النص كده هي اللي بتحول ده لده، وهي حاجه اسمها دي ان اس. فده هتبقى دي ان اس سيرفر. طيب، ما المقصود ببروتوكول الاتصال؟ جهاز لتقوية الشبكة ولا مجموعة قواعد لتنظيم تبادل المعلومات؟ لا، المقصود ببروتوكول الاتصال مجموعة قواعد لتنظيم وتبادل البيانات. ماشي. أي بروتوكول يستخدم في الاتصال عبر الإنترنت؟ بص، أول ما يقول لك بروتوكول واتصال عبر الإنترنت علمها TCP/IP على طول. قاعدة البيانات دي اللي هي ايه؟ اللي احنا قلناها في فيديو المراجعة، اللي هي الداتا بيز. ودي بقى بتعمل ايه؟ دي مجموعة ملفات غير مرتبة؟ لا، احنا قلنا اي مكان في الدنيا، اي مكان، اي شركة، اي موقع، اي حاجة في الدنيا بيبقى ليها حاجة اسمها قواعد بيانات اللي هي الداتا بيز. دي اللي بتنظم كل حاجة وبتدير كل حاجة. فبيقول لك هنا برنامج لمعالجة النصوص ولا جهاز تخزين خارجي ولا مجموعة بيانات منظمة؟ مجموعة بيانات منظمة. الهدف الأساسي من استخدام قواعد البيانات هو، الهدف الأساسي من استخدام قواعد البيانات اللي هي الداتابيز سهولة تخزين واسترجاع البيانات. سهل اللي احنا نخزن البيانات دي وسهل نسترجعها في أي وقت. ماشي. السؤال 23. بروتوكول اي بي مسؤول عن تشفير البيانات ولا تحديد عنوان الجهاز على الشبكة؟ احنا قلنا كل جهاز على الشبكة او كل جهاز على الانترنت بيبقى ليه اي بي مختلف عن التاني.
أهمية بروتوكولات الاتصال ترجع إلى أنها أهمية بروتوكولات الاتصال اختيارية ولا تستخدم في الشبكات الصغيرة فقط ولا ضرورية لنجاح الاتصال بين الأجهزة؟ ضرورية لنجاح الاتصال بين الأجهزة. ليه؟ هقول لك. لأن احنا دلوقتي عندنا البيانات، احنا قلنا في الفيديوهات المراجعة إن البيانات دي بتتقسم لحاجة اسمها حزم أو باكيتس. الحزم دي بترسل عبر الشبكة علشان الاتصال بيتم، دي الشبكة. ماشي، الحاجات دي بترسل عبر الشبكه عشان الاتصال بيتم. ففي حزم او باكيتس بتفقد في نص العمليه. فالبروتوكولات الاتصال بتعمل ايه؟ زي بروتوكول التي سي بي. بروتوكول التي سي بي بيعمل ايه؟ بيعيد جدوله الحزم المفقوده دي وبيرسلها تاني علشان الاتصال يكتمل. فانا بيقول لك ايه؟ ضروريه لنجاح الاتصال بين الاجهزه. طيب، الدي بي ام اس هو نظام اداره قواعد البيانات. يعني هو اصلا الدي بي ام اس ده هو يعني اختصاره داتابيز مانجمنت سيستم، نظام اداره قواعد البيانات. هو برنامج لاداره قواعد البيانات. الدي بي ام اس ده برنامج بيدير الداتابيز بتاعتك، قواعد البيانات. اي من التالي يعد مثالا على نظام اداره قواعد البيانات مايكروسوفت اكسس. يعني ده برنامج من البرامج. يعني هو بس ايه؟ يعني ممكن هو قال لك في المراجعات او في كتاب المدرسه كان قايل لك اكسل. ما هو اكسل ده ضمن مايكروسوفت اكسس. ده جوجل كروم ده موقع عادي، وده نظام تشغيل، وده مايكروسوفت وورد ده برنامج اللي احنا بنكتب عليه، فيبقى مايكروسوفت اكسس. طيب، بروتوكول تي سي بي اللي احنا قلنا عليه فوق، اللي بيعمل ايه؟ اللي بيعمل العمليه دي كلها. بص بقى هنا بيعمل ايه؟ بروتوكول تي سي بي مسؤول عن تحديد عنوان جهاز. لا، تحديد عنوان جهاز ده بروتوكول الاي بي. طيب، ضمان وصول البيانات كامله وبالترتيب. هو ده احنا قلنا الحزم اللي بتفقد بيعيد ترتيبها وبيرسلها كامله عشان البيانات تكتمل والاتصال يكتمل. طب تحويل اسماء النطاقات ده بروتوكول اسمه ايه؟ او مش بروتوكول، ده حاجه اسمها ايه؟ دي ان اس سيرفر. ده اللي بيحول اسماء النطاقات، اللي بيحولها من الاي بي للدومين نيم. طب تشفير البيانات، لا دي حاجه اصلا اسمها ايه؟ انكريبت. مش موجود اصلا في المنهج، بس هي مش تبعنا يعني. طيب، اي عباره صحيحه عن بروتوكولات الاتصال تختلف. اي عباره صحيحه عن بروتوكولات الاتصال تختلف من مستخدم لاخر، ولا غير ضروريه في الشبكات، ولا تنظم عمليه الاتصال بين الاجهزه، ولا تستخدم في الحواسيب فقط؟ لا، هي بتنظم عمليه الاتصال بين الاجهزه عشان الصوره تكتمل. اي مما يلي يعد مثالا لقاعده بيانات؟ صوره؟ لا، احنا قلنا قاعده البيانات دي بتبقى حاجه او مكان بتنظم فيه وبتخزن فيه المعلومات بتاعتك. ولا فيديو؟ لا، هو اصلا الداتابيس دي حرفيا دي اللي بنخزن فيها الصوره وبنخزن فيها الفيديو وبنخزن فيها الملف الصوتي. يعني دي ودي بيتخزنوا اصلا جوه الداتابيز. فالداتابيز دي هو جدول بيانات منظم. تمام؟ من مميزات قواعد البيانات صعوبة تحديث البيانات، ولا تكرار المعلومات، ولا فقدان البيانات بسهولة، ولا سرعة البحث والتعديل؟ لا، سرعة البحث والتعديل. احنا قلنا من أمثلة قواعد البيانات حاجة زي جهات الاتصال. جهات الاتصال دي اللي هي في الموبايل بتاعك. انت دلوقتي عايز تعمل سيرش عن سعيد، فهل انت لازم بقى تقعد تقلب لحد ما تجيب سعيد؟ لا، انت بتكتب فوق سعيد بس، او بتكتب رقمه. فبيحصل ايه؟ بيحصل بحث في الداتابيز دي كلها، فالموضوع بيبقى سريع وجميل. ماشي، ما المقصود بالجدول اللي هو تيبل؟ الجدول اللي هو تيبل في قاعده البيانات مجموعه من البرامج ولا مجموعه من السجلات المرتبطه؟ هو تعريف الجدول في الداتابيز هو مجموعه من السجلات المرتبطه. تمام. العمود في جدول البيانات يسمى حقل، اللي هو ريكورد. طيب، الصف احنا قلنا، بص عشان بس تكون عارف الداتابيز بتبقى عامله ازاي. بيبقى جدول كده، ده كده جدول بيبقى مكون من صفوف واعمده.
ده كده داتابيز، دي كده داتابيز. تمام؟ طيب هنا مثلا اي دي طالب، ده الاي دي هنا بيكتب اي دي 1 2 3، وهنا النيم اسمه سعيد محمد عمر، وهنا الايدج عمره، فهنا مثلا ايه سعيد 24، هتمهم كمان 11 يوم بالظبط، لا 11 يوم ايه كمان انا بصور لكم الفيديو ده من قبلها بشويه، كمان 10 ايام. طيب محمد عنده 20، عمر عنده 20، فده كده جدول داتابيز. ده اسمه عمود، ده اسمه صف. يبقى الجدول بيتكون من صفوف واعمده، جدول الداتابيز بيتكون من صفوف واعمده. العمود اسمه حقل، الصف في جدول قاعده البيانات يسمى ايه؟ يسمى السجل. والسجل هنا انا في غلطه هنا حقل يعني فيلد، سوري ماشي، حقل اللي هو فيلد. طب سجل يعني ريكورد، انا عكستها. تمام. اي مما يلي يستخدم للتمييز بين السجلات داخل الجداول. بص بيقول لك هنا للتمييز، كل سجل او السجل ده اللي هو ايه؟ اللي هو كل صف. تمام؟ كل صف بيبقى مميز بحاجه، الحاجه دي اسمها ايه؟ اسمها اي دي او برايمري كي او مفتاح. طيب يعني سعيد ده ممكن يبقى ليه اي دي زي محمد؟ لا، كل واحد يبقى ليه اي دي مختلف. ممكن يبقى في 100 واحد اسمه سعيد، بس كل واحد فيهم ليه اي دي مختلف عن الثاني، وده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه المفتاح الاساسي. المفتاح الاساسي ده ما ينفعش يبقى مكرر، دي الحاجه اللي بتميز السجل من السجل الثاني. اهو المفتاح الاساسي اللي هو ايه؟ البرايمري كي. هو حقل يتكرر في الجدول؟ لا، احنا قلنا ده فريد من نوعه، حقل يميز كل سجل تمييزا فريدا. طيب اي من التالي يعد مثالا لحقل في جدول طالب؟ اي من التالي يعد مثالا لحقل اللي هو ايه؟ صف. الصف ده بيبقى مكون من كذا حاجه، اي دي، اسم، عمر، مثلا هو في نادي ايه. فهنا طالب واحد، كل طالب ليه سجل مختلف عن التاني. سوري فينا غلطة. أي من التاني بص بيقول لك إيه؟ في جدول طالب حقل، مثال لحقل صف، مثال لصف، يعني هو عايز بس إيه؟ الحاجة الأولى، فهتبقى رقم الجلوس. أنا أصلا قرأت السؤال غلط فعشان كده حليت غلط. ماشي. ما وظيفة النماذج اللي هي فورمز في قواعد البيانات؟ الفورم في قاعدة البيانات وظيفتها إيه؟ تخزين البيانات ولا ادخال وعرض البيانات بسهوله؟ ادخال وعرض البيانات بسهوله، دي الوظيفه اللي بتقوم فيها النماذج في قاعده البيانات. طيب اي عنصر يستخدم لعرض البيانات بشكل منظم على الشاشه او الطباعه؟ اي عنصر يستخدم لعرض البيانات؟ بص لما يقول لك لعرض البيانات بشكل منظم فهو هتبقى التقرير اللي هو الريبورت، عشان لو لعب لك عليها بايه؟ بالانجلش. ماشي. اي مما يلي يعد مثالا على سجل؟ بص يا عم، بص دي بقى مش رقم جلوس، هي اصلا مش مكتوبه. مثال على سجل اللي هو الصف ده مكون من كذا حاجه، زي ما قلنا اي دي، اسم طالب، هو عنده كام سنه، بيلعب في نادي ايه، في مدرسه ايه، فكل البيانات بتاعته، فهتبقى صف يحتوي على بيانات طالب واحد. لو في 100 طالب يبقى في 100 سجل اللي هو في 100 صف. طيب نوع البيانات المناسب لتخزين الاسم هو نص. ماشي. من شروط المفتاح الاساسي ان يكون فريد من نوعه. بص من غير ما اشوف الاجابه، فريد وغير مكرر. طيب التقارير اللي هي الريبورتس تستخدم في عرض البيانات في شكل منسق. اهو احنا لسه قايلينها فوق اهو، بس بيقول لك ايه؟ لسه قايلينها هنا اهو. هو اي عنصر يستخدم لعرض البيانات بشكل منظم هتبقى التقرير. فهنا هو انا عكسها لك بقى، قال لك وظيفه التقارير او بتستخدم في ايه؟ عرض البيانات في شكل منسق. طيب ما المقصود بالخوارزميه اللي هي الالجوريزم؟ ايه المقصود بالخوارزميه؟ هي مشكله عايزين نحلها. هي بص هي بتبقى مشكله بنفكر لها في ابسط حل او اسهل حل. بص بيقول لك هنا مجموعه خطوات مرتبه لحل مشكله. طيب ده تعريف الخوارزميه.
من خصائص الخوارزميه الصحيحه، في خوارزميات تبقى صحيحه وخوارزميات تبقى غير صحيحه. طب ايه الخوارزميه الصحيحه؟ غير مرتبه؟ لا. غير محدده النهايه؟ لا. واضحه ومحدده. يبقى واضحه ومحدده، تبقى خوارزميه واضحه ومحدده، بنحط لها شويه ستيبس واضحه عشان نقدر نوصل لحل المشكله بتاعتها. كلمه خوارزميه عامه يعني حاجه كده معقده. يعني بيقول لك ايه يا عم خوارزميات؟ خوارزميات دي انت من وانت صغير بتسمع اللي هي مشكله، حاجه معقده بس بيبقى ليها حل. الحل ده احنا بنرتب ليها حبه خطوات عشان نقدر نوصل للحل بتاعها. اي مما يلي يعد مثالا لخوارزميه. بص من غير ما نشوف الاجابات، هو قال لك مثالا لخوارزميه، يبقى هنشوف مشكله وحلها. مشكله وحلها، مش شرط مشكله، فكره وحلها، اي قرار وحله. فهنا تشغيل الحاسوب؟ لا. فين المشكله في كده؟ خطوات اعداد كوب شاي، خطوات، شويه ستيبس، شويه خطوات مرتبه عشان نعمل الشاي. اول حاجه بنجيب كوبايه، مثلا بقول لك مثلا نجيب كوبايه، السكر، الشاي، نغلي الميه، تحط معلقه سكر، نص معلقه شاي، تحط الميه. فانت ماشي على شويه خطوات مرتبه عشان تقدر تعمل ايه؟ كوبايه الشاي. طيب الخوارزميه تكتب عاده باستخدام الصور فقط، ولا الاصوات، ولا خطوات لفظيه او رمزيه، ولا اجهزه الادخال؟ لا، بتبقى خطوات لفظيه او رمزيه، بتبقى شويه رموز، شويه اشكال عشان نقدر نحل الخوارزميه ديت. طيب اول خطوه عند حل اي مشكله باستخدام الخوارزميات هي كتابه البرنامج، ولا فهم المشكله، ولا اختبار الحل، ولا تنفيذ الحل؟ اول خطوه عند حل اي مشكله باستخدام الخوارزميات نفهم المشكله. احنا لازم الاول ايه؟ قبل ما نعمل اي حاجه لازم اصلا نفهم المشكله. ماشي. من شروط الخوارزميه الجيده ان تكون لها بدايه ونهايه. معقده يبقى مش جيده، غير قابله للتنفيذ يبقى خوارزميه مش جيده، طويله جدا تبقى خوارزميه مش جيده. احنا بنشوف احسن طرق مرتبه واسهل طرق عشان نقدر نحل بيها، فتبقى لها بدايه ونهايه. ماشي. اي مما يلي يعد من فوائد الخوارزميات تنظيم التفكير، ولا تسهيل كتابة البرامج، ولا زيادة أخطاء الحل، ولا حل المشكلات بطريقة منهجية؟ خلي بالك أنا عايز أقول لك على حاجة، السؤال ده ينفع له أكتر من إجابة. يعني ينفع له أكتر من إجابة. هو بص دي صح ودي صح ودي صح، بس دي أصح واحدة. حل المشكلات بطريقه منهجيه عشان شويه ستيبس او شويه خطوات بتمشي عليها عشان نقدر نحل المشكله. بس برضه دي يعني ما هو تسهيل كتابه البرامج دي يعني خوارزميه جيده او من فوائد الخوارزميات، وتنظيم التفكير برضه من فوائد الخوارزميات. فاحنا ممكن نعكس السؤال نقول اي مما يلي لا يعد من فوائد الخوارزميات. لا يعد من فوائد هتبقى زياده اخطاء الحل. احنا كده بقى حاجه منفصله عن الكل. انما فعلا الاول كان الثلاثه ينفعوا، بس لو جات لك في الامتحان اختار دي لان دي هي الاصح واحده. ماشي. الخوارزميه يمكن تمثيلها باستخدام الخرائط الانسيابيه اللي هي الفلو تشارت. فلو تشارت دي اللي هي الخرائط الانسيابيه، ودي اللي بنرسم بيها الخوارزميه اللي هي بتبقى شويه اشكال، مثلا زي مثلث معين، مستطيل، دايره اللي هي الشكل البيضاوي ده، شويه الاسهم اللي بتبقى موجوده، دي كلها اسمها خرائط انسيابيه فلو تشارت. ماشي. الترتيب الصحيح لخطوات الخوارزميه يجب ان يكون عشوائي؟ لا، احنا قلنا شويه خطوات مرتبه وممنهجه عشان نقدر نحل المشكله، فهتبقى منطقي ومتسلسل. طيب اي من التالي يستخدم لتمثيل الخوارزميه بشكل رسومي؟ بنرسمها فهتبقى جدول؟ لا، الجدول ده بتاع قاعده البيانات اللي هو الداتابيز، وملف نصي لا مالهاش علاقه خالص. فهتبقى خريطه انسيابيه اللي هي الفلو تشارت اللي لسه قايلين عليها. الفلو تشارت دي اللي بنرسم بيها خطوات حل المشكله اللي هي الخوارزميه. هنحل احنا شويه خوارزميات حلوه قوي في الاخر، بس مش دلوقتي، في اخر الفيديو خالص. الخوارزميه الجيده يجب ان تعطي نفس النتيجه دائما لنفس المدخلات،
ولا نتائج مختلفه ولا نتائج غير معروفه ولا نتائج عشوائيه، لا نفس النتيجه دائما لنفس المدخلات. هو بيبقى لها حل واحد بس انت ممكن تحلها باكتر من طريقه، فاهمني؟ بس هي لازم توصل لحل واحد فقط. قبل تحويل الخوارزميه الى برنامج يجب اختبار الخوارزميه، لازم نختبرها الاول. ما المقصود بالبرمجه؟ استخدام الحاسوب؟ لا، ما احنا ممكن نستخدم الحاسوب بس مش بنبرمج. ولا كتابة أوامر بلغة يفهمها الحاسوب؟ البرمجة هي شوية أوامر بنديها للكمبيوتر عشان ينفذ لنا حاجة معينة احنا عايزينها. طيب البرنامج بقى هو جهاز إلكتروني؟ لا. ولا مجموعة أوامر تنفذ مهمة محددة؟ هي مجموعة أوامر بتنفذ مهمة محددة، ده هو البرنامج. ماشي. لغة البرمجة بقى هي لغة البشر؟ لا. ولا وسيلة تواصل بين المستخدم والحاسوب؟ لا. ولا مجموعة قواعد لكتابة أوامر الحاسوب؟ مجموعة قواعد لكتابة أوامر الحاسوب. يبقى البرمجة من غير لغة البرمجة هي شوية أوامر بنديها للكمبيوتر عشان ينفذ لنا اللي احنا عايزينه. طيب ايه لغة البرمجة بقى؟ هي الأوامر دي بقى، هي الأوامر اللي احنا بنكتبها. مجموعة قواعد لكتابة أوامر الحاسوب. ماشي. من فوائد تعلم البرمجة زيادة حجم الجهاز؟ ولا حل المشكلات بطريقة منظمة؟ ولا تقليل سرعة الحاسوب؟ ولا منع استخدام الإنترنت؟ لا، حل مشكلات بطريقة منظمة. أي مما يلي يعد مثالا على لغة برمجة؟ ويندوز؟ لا، الويندوز ده بص، المعلومات اللي انا بقولها لك دي ليك، هي مش مقرره عليك، بس الويندوز ده او اس يعني اوبريتنج سيستم، نظام تشغيل. جوجل؟ لا، جوجل ده موقع الكتروني، موقع ويب. طب بايثون دي لغه برمجه، صح، لغه برمجه. بايثون، سي بلس بلس، جي اس اللي هي جافا سكريبت، جافا بس في حاجات كتير، فهي بايثون. اكسل؟ لا، اكسل ده حاجه، الاكسل اللي هو اللي هو الجدول اللي هو الشيت ده بيندرج تحت الداتابيز. انا بس يعني بفهمك، يعني الحاجات دي اصلا مش عليك بس انا بفهمك. المبرمج هو الشخص الذي يستخدم الحاسوب فقط؟ لا. ولا بيكتب البرامج بلغه البرمجه؟ اللي بيكتب البرامج بلغه البرمجه. طيب قبل كتابه البرنامج يجب فهم المشكله جيدا، احنا لازم نفهم المشكله جيدا عشان نكتب البرنامج. طيب الخطوه التاليه بعد كتابه البرنامج، خلاص فهمنا المشكله وكتبنا البرنامج، بنفهم المشكله تاني؟ لا. ولا تنفيذ واختبار البرنامج؟ لا، بننفذ بقى وبنختبر البرنامج. لغه البرمجه تستخدم في كتابه الرسائل؟ لا. اعطاء اوامر للحاسوب، احنا قلنا الاوامر دي هي لغه البرمجه. ماشي. البرنامج الجيد يجب ان يكون خاليا من الاخطاء. مش محتاجه، السؤال مش محتاج خالص، مش محتاج تفكير اصلا. اي مما يلي يعد اي مما يلي اصلا، يعني انا في حياتي عامه في شويه كده كلام عربي يعني بيوديني في 60 داهيه، ممكن اكون بكلم حد وارمي جمله، يعني ارمي كلمه كده تبوظ الدنيا كلها. اي مما يلي لا يعد من لغات البرمجه؟ يعد. الجافا؟ لا، الجافا لغه برمجه. البايثون؟ لا، بايثون لغه برمجه. الاتش تي ام ال هي لا يعد لغه برمجه ويندوز عشان ده اوبريتنج سيستم، نظام تشغيل، هو مش لغه برمجه. بس هو هنا في السؤال او في المنهج عموما قال لك ان اتش تي ام ال هي لغه برمجه، بس انا عندي تعقيب على الحته دي، ان اتش تي ام ال مش لغه برمجه. اتش تي ام ال هي لغه تنسيق، هي هايبر تكست، اسمها هايبر تكست لانجويج، هايبر تكست لانجويج. او اصلا بص، يعني هايبر تكست لانجويج ده اصلا اختصارها، اللي هي الاتش تي ام ال دي مش لغه برمجه، بس هم في المنهج قايلين ان هي لغه برمجه، بس انا بقول لك من خبرتي العمليه هي مش لغه برمجه. حتى انت اكتب كده على جوجل، اكتب هل اتش تي ام لغه برمجه، هيقول لك لا مش لغه برمجه، هي لغه تنسيق وتنصيص، عشان دي اللي بتبني هيكل الصفحه بتاعت الويب. ماشي. في سؤال سقطناه هنا. اختبار البرنامج يهدف الى اكتشاف الاخطاء وتصحيحها. بعد ما بنعمل البرنامج بنعمل له حاجه اسمها تيستنج او اختبار. ان شاء الله اللي هيكمل في موضوع البرمجه ويشتغل في البرمجه، بعد ما تيم المبرمجين
بيخلصوا البرنامج او الموقع ايا كان، اي حاجه بتتبرمج، الحاجه دي بتخش على حاجه اسمها تيستنج، وده شويه تيستر بيبقوا مختبرين قاعدين كل وظيفتهم اللي هم بيطلعوا في اخطاء بس. حتى تلاقي على طول ايه، في خناقات في الشركات، في خناقات بين تيم المبرمجين وتيم التستر، ما بيحبوش بعض من الاخر، لان التستر بيقعد كل شويه يقعد يطلع اخطاء على المبرمجين، المبرمج ايه يقعد يعدل الاخطاء دي، ففي بينهم شويه مشاكل. فهو اختبار البرنامج يهدف الى اكتشاف الاخطاء وتصحيحها. المتغير في البرمجه يستخدم من اجل، بص في لغه البرمجه في حاجه اسمها متغير اللي هو variable، اسمه variable ده الاسم المتغير. الفاريبل ده احنا بنشيل جواه حاجه عشان نقدر نستخدم المتغير ده في اي حاجه قدام معانا في البرنامج. فهنا المتغير ده هو تخزين قيمه يمكن تغييرها. يعني مثلا ايه كونست، مثلا كونست ايه بتساوي مثلا 5. فاحنا هنا الكونست الايه ده الفاريبل، الايه ده الفاريبل حطيناه يعني بقى شلنا فيه 5، فالايه دي نقدر نستخدمها في اي مكان في البرنامج بقى احنا عايزينه. طيب الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو الجنريشن اي يعتمد في عمله على النمذجه الاحتماليه والتنبؤ. تمام ماشي. اللغه المسؤوله عن بناء هيكل صفحه الويب. بص انت عندك في الويب، انا بص والله المعلومات دي بدردشها معاك، اصلا مش موجوده عليك في المنهج. اي موقع ويب في الدنيا بيتكون من حاجه اسمها فرونت اند وباك اند. لان انا اصلا يعني انا شغلانتي عامه في الويب، انا بقى المسمى الوظيفي بتاعي ايه؟ هو انا مش شغال موظف، يعني انا صاحب شركه. لا شركه ريتش اكس اللي قلت لكم في المراجعات، قلت لكم خشوا خدوا جوله هتشوفوا عليها مدرسين انتوا كلكم عارفينهم، كلكم عارفين المدرسين دولت. طيب اي موقع ويب بيتكون من حاجه اسمها فرونت اند وباك اند وداتا بيز اللي احنا ايه واخدينها. الفرونت اند ده اللي هو شكل الموقع قدامك، اللي هو الشكل اللي انت بتشوفه، الكلام، الالوان، الزراير، لما بتدوس على زرار مثلا بيوديك على صفحه ثانيه، لما بتدوس على زرار بيعمل اكشن معين، اي حاجه انت بتشوفها قدامك هو ده الفرونت اند. طب الباك اند ده اللي هو السيرفر. تمام، يعني من الاخر ده الكلاينت وده السيرفر اللي احنا خدناها. فالباك اند ده السيرفر، دي الحاجه اللي مش متشافه، دي اللي مقومه الموقع بقى، موقفاه على رجليه كده، مخليه شغال. من غير الباك اند الموقع مش هيشتغل. وفي حاجه بقى اسمها داتابيز دي بقى اللي بيتخزن فيها كل حاجه. يعني انت عندك دلوقتي لو دخلت على منصه سعيد.com المنصه بتاعتنا، هتلاقي شويه اشكال قدامك، الوان، كلام، مش عارف، زراير، انيميشن، حاجات كده ايه شكلها حلو قدامك، ده الفرونت اند. طب الباك اند هو اصلا الباك اند ده اللي مشغل الموقع بقى، هو اللي مشغل الموقع على رجله. طب الداتابيز دي بقى ايه اللي بتشيل كل حاجه، اسامي الطلبه كلها، اسامي الكورسات، اسامي الدروس. بص اي حاجه ممكن تتخزن الداتابيز دي اللي بتخزنها. فالفرونت اند ده بيتكون من 3 حاجات، ايه هما؟ HTML CSS جافا سكريبت. ال HTML دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه مش لغه برمجه، بس انا في المنهج بيقول لك لغه برمجه، فاحنا ايه نسيس المنهج، بس HTML هي لغه تنصيص، فدي هي بناء هيكل صفحه الويب. دي البناء هيكل صفحه الويب. هيكل صفحه الويب ده اللي هو ايه؟ الهيكل اللي هو الكلام، الصور، الفيديوهات، بس بيبقى شكل ايه؟ هيكل. هقول لك يعني انت مثلا جبت هيكل عظمي اساس، طيب الهيكل العظمي ده انت عايز تلبسه، عايز تخليه شكله حلو، فبتلبسه هدوم حلوه، فده السي اس اس اللي هي ايه؟ اللي هي الحاجه اللي بتزين الموضوع. طب الجافا سكريبت دي بقى لغه البرمجه، دي اللي بتخلي الموضوع حيوي. فانت بعد ما جبت الهيكل العظمي ولبسته عايز تخليه حيوي بيتحرك وبيتكلم، فهي دي الجافا سكريبت، هي اللي بتنشط الدوره ايه؟ الدمويه بتاعه الموقع. فهنا بناء هيكل صفحه الويب هتبقى السي HTML. ماشي. طب بقى تستخدم CSS من اجل ايه؟ تصميم شكل صفحه الويب، هي بقى اللي بتحط الالوان والبص والباك جراوند والبص الافشخانات اللي قدامك دي كلها، والحاجات اللي بتطير وبتفرقع والكلام ده كله، هو ده الCSS.
طيب اسناد قيمه لمتغير، يعني اعطاء المتغير قيمه محدده. ماشي، يعني اسناد القيمه المتغيره، يعني انت مثلا عندك كونست ايه مثلا، الايه ده هو ده الفاريبل اللي هو المتغير، فانت عايز تسند له قيمه، اعطاء المتغير قيمه محدده 5 او 6 7 اي حاجه بقى. ماشي. الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو الاي اي جنريشن لا يعتمد على الادراك البشري الحقيقي. ماشي. H1 التاج دي اسمها تاج، العلامه دي اسمها تاج. تاج H1 تاج اللي هي ال H1 يستخدم لتمثيل، بص H1 دي بتبقى في ال HTML، ليه بتبقى شكلها عامل كده؟ H1 بيتكتب بقى هنا اي نص بيبقى يعني حاجه كده خطها كبير، يعني بص هنا هيقول لك هي اصلا الاجابه هنا هتبقى عنوان رئيسي، عنوان رئيسي، فاحنا مثلا هنا هنكتب مثلا مراجعه برمجه، مراجعه ماشي، ونيجي نقفلها تاني بقى كده H1 كده، دي بتتكتب كده في ال HTML بالظبط، فلما تيجي على صفحه الويب هتلاقي مكتوب مراجعه كده ايه بعنوان رئيسي كده كبير. طيب اي خاصيه تستخدم لتغيير لون النص؟ لون فدي CSS اللي هي ايه المستخدمه، بس عشان نغير لون النص في CSS دي بنستخدم ايه؟ حاجه اسمها color، بتبقى عامله كده. انت مثلا عندك دلوقتي ال H1 دي بتبقى مثلا H1 وبعد كده ال H1 دي عايزين نلونها اللي هي مراجعه، كلمه مراجعه، فنقوم فاتحين ايه زي قوس كده ماشي، وبنعمل هنا كده حاجه اسمها color red كده، فاحنا كده ال H1 دي لما نيجي نعرضها في الموقع هتبقى ايه؟ هتبقى كلمه مراجعه دي هتبقى باللون الاحمر. طيب اي مما يلي يعد اسم متغير صحيح؟ نيم واحد اللي هي فيها سبيس دي، ولا اللي فيها شرطه، ولا نيم وبعد كده سبيس على طول؟ هقول لك بتبقى عامله ازاي. كونست نيم، بص انا هنا سايب سبيس، يساوي مثلا سعيد، كده انا عملت فاريبل اسمه نيم بيساوي سعيد، سبت هنا سبيس، ده غلط ما ينفعش. طب نيم وسبيس وواحد اللي هو واحد كده، ده غلط برضو. طب واحد وفيها شرطه كده، غلط. طب نيم وواحد لازقه فيها كده على طول، نيم وواحد لازقه فيها كده على طول، ده صح. ماشي. من امثله الذكاء، ادوات الذكاء الاصطناعي التوليدي شات جي بي تي، كلنا طبعا عارفين شات جي بي تي اللي هو ايه؟ اي اي تول. ما وظيفه لغه جافا سكريبت داخل صفحات الويب؟ احنا قلنا HTML و CSS وجافا سكريبت، ده كده وظيفه اصلا اسمها فرونت اند، انت بتقدم في شركه بمسمى وظيفي فرونت اند، ممكن تقدم بمسمى وظيفي اسمه باك اند. انا اول ما اشتغلت خالص كنت شغال حاجه اسمها فرونت اند، وبعد كده اشتغلت باك اند فتره صغيره، بس بعد كده اشتغلت حاجه اسمها فول ستاك. فول ستاك ده اللي هو الاثنين. انا قعدت سنه كامله شغال في الامارات يعني وظيفه فول ستاك، قعدت اول 3 شهور شغال فرونت اند بس، بعد ما اني كنت بفهم فول ستاك، بس بعد كده بداوا يدخلوني في حته الباك اند، لان دي السيرفرات دي بتبقى مهمه جدا، فبقيت شغال فول ستاك. فاصلا ده مسمى وظيفي وده مسمى وظيفي وده مسمى وظيفي، كل واحده فيهم ليها وظيفه مختلفه عن الثانيه خالص. ماشي. وظيفه بقى لغه جافا سكريبت، احنا قلنا لغه جافا سكريبت دي اللي بتخلي الموضوع حيوي، بتخلي الموقع حيوي. جعل الصفحه تفاعليه، دي HTML هيكل الصفحه. تصميم شكل الصفحه دي CSS. تخزين البيانات دي داتا بيز، انا براجع معاك المعلومات. يستخدم المعرف ID في HTML من اجل، بص اول ما تلاقي معرف ID اعرف ان دي حاجه فريده من نوعها. تكرار العنصر اكثر من مره، ولا تحديد عنصر فريد في الصفحه؟ انت اول ما تشوف ID اعرف ان هي حاجه فريد، حاجه يونيك في الصفحه. ماشي. الداله document.getElementById دي فانكشن داله، دي بتستخدم في الجافا سكريبت، دي بتستخدم في
جافا سكريبت. دي بتستخدم من اجل ايه؟ انشاء عنصر جديد ولا حذف عنصر ولا الوصول الى عنصر في HTML. انت دلوقتي عندك هيكل الصفحه ال HTML، عايز تمسك عنصر منه عشان تعمل عليه شويه اكشنز بقى. يعني انت مثلا دلوقتي عندك والله زرار، الزرار ده انت مديله ID، فانت عايز تمسك الزرار ده عشان ايه؟ بالجافا سكريبت بقى تقول لو دوست على الزرار ده يطلع لي شويه كلام مثلا، لان الجافا سكريبت هي الحاجه الحيويه. فهنا الوصول الى عنصر HTML عشان توصل لعنصر من عناصر ال HTML. طيب الخاصيه تكست كونتنت، اقصد حاجه اسمها كونتكست، بس تكست كونتنت هو تغيير لون النص. لا تغيير لون النص، بص راجع معايا ماشي، تغيير لون النص دي حاجه اسمها color. طب تغيير حجم الخط حاجه اسمها فونت سايز. طب تغيير محتوى النص داخل العنصر هي دي تكست كونتنت. طيب اخفاء العنصر دي بتبقى حاجه اسمها ديس، هي مش عليك بس انا هديها لك، ديسبلاي نون او ديسبلاي هيدن، او قصدي فيزابيليتي هيدن. كل دي حاجات في السي اس اس، حاجات مش عليك بس انا بقولها لك ايه يعني من خبرتي في الموضوع. طيب الحدث اون كليك دي فانكشن، حدث ده يعني فانكشن في الجافا سكريبت. الاون كليك دي بتعمل ايه؟ يحدث عند النقر على عنصر. انت دلوقتي عندك الزرار ده اسمه ايه؟ كليك مثلا، لو ادوس عليا فانا بقى بقول اون كليك للزرار ده، لو دوست عليه يحصل كذا. فالاون كليك بيترتب على النقر على عنصر. فانا مثلا عايز ايه؟ اون كليك لو دوست على الزرار ده مثلا يطلع ايه؟ يظهر سعيد. فانا بعمل اون كليك للبوتون ده، كلمه بوتون دي بتبقى في HTML، لو دوست عليها يظهر سعيد. الهدف من استخدام الجافا سكريبت مع HTML، الهدف من استخدام الجافا سكريبت مع HTML هو اضافه تفاعل مع المستخدم. ما احنا قلنا الجافا سكريبت هي المسؤوله عن التفاعل في الموقع. ماشي، اي كود صحيح لتغيير نص، بس يقول لك هنا عايزك تقرا السؤال كويس، لتغيير نص element دوت تكست لا، ولا element دوت تكست كونتنت، element دوت تكست كونتنت. احنا قلنا التكست كونتنت دي المسؤوله عن تغيير النص. ماشي، لتغيير حجم النص باستخدام جافا سكريبت نستخدم الخاصيه لتغيير حجم النص فونت سايز، لا ستايل. بص باستخدام الجافا سكريبت، انا ما قراتش السؤال كويس، باستخدام الجافا سكريبت فهتبقى ستايل دوت فونت سايز. ماشي، اي مما يلي يجعل الصفحه تستجيب لاجراء المستخدم. تستجيب للاجراء المستخدم في الموضوع فينا حيويه، في تفاعل، يبقى HTML لا دي الهيكل، CSS لا دي اللي بتلون بس، يبقى الجافا سكريبت لا لغه البرمجه. ما فائده ربط زر بكود جافا سكريبت؟ شفت بقى اصلا بيبقى في HTML اللي بيبقى عامل ازاي؟ بوتون مثلا اسمه ايه؟ اضغط هنا، يعني بيظهر قدام ايه المستخدم لما يجي يستخدم موقع، اضغط هنا. بعد كده بنقفل البوتون كده، بوتون دي كده في ال HTML اللي بتبقى شكلها عامل كده، هي بتتكتب كده اصلا في الكود HTML. عايزين بقى اضغط هنا دي بتظهر عند ايه؟ المستخدم، بتظهر عنده كده في ايه؟ في الموقع، اضغط هنا، تستخدم في بوتون كده. بص بيقول لك ايه ما فائده ربط الزر ده بكود جافا سكريبت؟ هو كده بال HTML لو دوست عليه مش هيحصل حاجه، عشان ندوس عليه يحصل حاجه لازم ايه؟ نربطه بالجافا سكريبت. فهنا اضافه تفاعل عند الضغط عشان يحصل تفاعل. ماشي، اي مما يلي مثال صحيح لصفحه ويب تفاعليه. صفحه ويب تفاعليه صفحه يتغير محتواها عند الضغط. ماشي، صفحه تحتوي نص فقط دي HTML بس من غير اي حاجه تاني. صفحه صور ثابته برضو دي HTML مفيش اي حاجه تاني. صفحه بدون ازرار مفيش تفاعل، فين التفاعل في كده؟ فصفحه يتغير محتواها عند الضغط. ماشي، يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو الاي اي جنريشن. انا بقول لك الاي اي جنريشن عشان لو كتبها لك في الامتحان بدل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في انشاء صفحه ويب ثابته من اجل اقتراح كود سي اس اس و اتش تي ام ال. اتش تي ام ال وسي اس اس دولت مع بعضهم كده حاجه ثابته، موقع ثابت ما فيش اي تفاعل خالص. عشان يبقى متفاعل لازم ندخل له جافا سكريبت، دي اختصارها يعني جي اس. جي اس ماشي. الصفحه الثابته التي انشاها الذكاء الاصطناعي تتميز بانها تعتمد على تفاعل المستخدم، ولا تعرض المحتوى ثابتا، او بيقول لك ان الصفحه الثابته. الذكاء الاصطناعي التوليدي يساعد في انشاء صفحات تفاعليه عن طريق انشاء كود جافا سكريبت، هو اللي بيخلي الموضوع متفاعل. اي عنصر يجعل الصفحه تفاعل، بص الاربع عناصر دولت بتوع اتش تي ام ال ماشي. ده البي ده انا براجع معاك فقره نصيه. H1 ده عنوان رئيسي. ده div ده يعني سيكشن او بص مش سيكشن، هي زي حاجه كده ايه يعني سيكشن صغير. مثلا بتبقى حاجه ايه رابطه او حاجه لما ماسكه عنوان رئيسي وفقره نصيه وزرار، دول كلهم بيتجمعوا في حاجه اسمها div. البوتون ده زرار عادي. اي عنصر يجعل الصفحه تفاعليه عند استخدام مع جافا سكريبت، بتدوس على ايه عشان يحصل تفاعل؟ البوتون زرار ماشي. عند استخدام الذكاء والله انا بقول لكم انا في شويه كلام كده بيسقط بيخلي شكلي يعني صعب. عند استخدام الذكاء الاصطناعي لانشاء صفحه ويب ثابته يجب تحديد شكل ومحتوى الصفحه المطلوب. شكل اللي هو CSS، محتوى HTML ماشي. اللغه الاساسيه التي يقترحها الذكاء الاصطناعي لبناء هيكل الصفحه HTML. والله ما لغه برمجه، هي لغه تنسيق، فهي HTML ماشي. ايه اللي حصل ده؟ ماشي ثانيه. الصفحه التفاعليه تختلف عن الثابته في انها لا تحتوي النصوص ولا تستجيب لاجراءات المستخدم. اي مما يلي يعد مثالا لتفاعل صفحه ويب. تفاعل ففي تفاعل في الموضوع، فتبقى تغيير النص عند الضغط على زر. من مميزات استخدام الذكاء الصناعي التوليدي في انشاء صفحات ويب ثابته توفير الوقت والجهد ماشي. الاي اي دلوقتي بقى يوفر الوقت والجهد في ايه؟ في انشاء البرامج والمواقع. CSS التي يقترحها الذكاء الاصطناعي تستخدم من اجل تصميم شكل الصفحه. احنا قلنا تصميم يعني ايه CSS بتاعتها. الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه اقتراح كود تفاعلي يعتمد على جافا سكريبت. الغرض الاساسي من انشاء صفحه ويب تفاعليه باستخدام الذكاء الاصطناعي هو من انشاء صفحه ويب تفاعليه. ممكن يقول لك ثابته، فهنا لو ثابته يبقى ايه؟ جعل الصفحه ثابته، انما لو كانت تفاعليه يبقى تحسين تفاعل المستخدم مع الصفحه. الهدف الاساسي من العرض التقديمي لموقع ويب هو العرض التقديمي لموقع شرح فكره الموقع ومكوناته. اي مما يلي يعد عنصرا مهما في عرض تقديمي لموقع ويب. عرض تقديمي يعد عنصر انا مش عارف انطقها والله العظيم. اي مما يلي يعد عنصرا مهما في عرض تقديمي لموقع ويب. صور توضح واجهه الموقع. الهدف من تطبيق الاختبارات اللي هو ايه؟ زي ما قلت لك في الشركات بيبقى في تيم اسمه تيم التستنج من غير سوري. التستنج بيبقى تيم اسمه تيم التستنج. طيب بيبقى تقييم المستخدم من خلال اسئله ماشي. اي عنصر يستخدم لاظهار سؤال داخل تطبيق الاختبارات. اي عنصر يستخدم لاظهار سؤال هيبقى نص السؤال ماشي. يفضل ان يحتوي العرض التقديمي على شرح واضح وبسيط للموقع
طبعا هو مش محتاج اصلا تفكير السؤال ده. من فوائد العرض التقديمي الجيد للموقع: توضيح فكره الموقع للمستخدم، مش محتاج برضو اي تفكير. تطبيق الاختبارات، بص عشان انت ممكن ما كنتش فاهم الحته دي. تطبيق الاختبارات قصده يعني زي ايه؟ زي ابلكيشن او برنامج كويز، امتحان. يعني هنا برنامج، اي برنامج امتحان بقى، برنامج امتحان، برنامج امتحان على الحصه يا عم، عشان تبقى حاجه انت فاهمها. برنامج امتحان على الحصه، ماشي. يتكون عاده من اسئله واجابات، ماشي. اي مما يلي يعد تفاعلا عند تطبيق الاختبارات، داخل تطبيق الاختبارات اللي هو ايه؟ اللي هو تطبيق الاختبارات اللي هو برنامج امتحان. اي مما يعد تفاعلا هيبقى اختيار اجابه صحيحه. مشاهده صوره، لا دي حاجه ستاتيك ثابته. قراءه نص ثابته، نص ثابت. فتح ملف، لا مش في الاختبارات اصلا. فهيبقى اختيار اجابه صحيحه. لما بتدوس على الاجابه الصحيحه في حاجه بتحصل او في تفاعل بيحصل، بيرجع بقى للموديل انسر او الاسئله اللي انت حاططها، بيشوف انت اخترت الاجابه الصح ولا الاجابه الغلط، ماشي. العرض التقديمي للموقع يستخدم غالبا قبل عرض المشروع على الاخرين، ماشي. من الجيد ان يتضمن العرض التقديمي شكل الموقع وطريقه استخدامه. عند الإجابة على سؤال في تطبيق الاختبارات اللي هو البرنامج الامتحان، يعني عند الإجابة على سؤال في تطبيق الاختبارات يتم تسجيل اختيار المستخدم، صح؟ وده هنشوفه. أنا طبعا المراجعة النهائية الأولى والمراجعة النهائية الثانية هتلاقيهم على المنصة بتاعتنا، منزل لك هنا كويز 15 سؤال وهنا كويز 15 سؤال. هتخش تحل الامتحان وتشوف الموضوع ماشي ازاي. هتلاقي قدامك HTML و CSS وجافا سكريبت، هتشوف الموضوع متفاعل ازاي. من مميزات تطبيقات الاختبارات انها، من مميزات تطبيقات الاختبارات التفاعل مع المستخدم. انت بتاخد وتدي ايه مع الاختبار، تقعد تجاوب براحتك. بي ديت اللي بتاعت HTML يستخدم لتمثيل فقره نصيه، احنا قلنا. وH1 عنوان رئيسي، بوتون زرار، صوره حاجه اسمها ايمج، رابط حاجه اسمه لينك. بص صوره ايمج تبقى كده، ماشي. مش كده كده. وهنا بقى بتبقى حاجه اسمها سورس، وكده السورس ده اللي بيحط فيه لينك الصوره، ورابط تبقى حاجه اسمها لينك، ماشي. CSS خارجي يتم ربطه بصفحه HTML. بص يا عم، انت لما تيجي تبني الموقع بيبقى عندك صفحه اسمها index.html، ماشي. وعندك حاجه اسمها style.css، وعندك حاجه اسمها مثلا main.js. ده فايل HTML، ده فايل CSS، ده فايل جافا سكريبت. طيب CSS خارجي يتم ربطه، ده بقى ملف CSS خارجي عايزين نربطه بال HTML. اصل الملف HTML ده اللي بيكون شايل ال CSS والجافا سكريبت، لان ال HTML ده هو اللي بيتعرض قدامك اصلا، هو الهيكل بتاع الموقع. فعشان نلونه بنديله CSS، عشان نخليه متفاعل، عشان نلونه بنديله CSS، عشان نخليه متفاعل بنديله جافا سكريبت. فهنا ال CSS خارجي يتم ربطه بصفحه HTML باستخدام حاجه اسمها لينك، ماشي. بنحطوا لينك الفايل. اي عنصر يستخدم لتنفيذ حدث عند النقر عليه، بوتون اللي هو الزرار، ماشي. بص بقى انا كده خلصت شويه اسئله اختيارات، هنخش برضه على اسئله اختيارات واسئله مش اختيارات، يعني ايه ميكس كده، بس شويه اسئله حلوين فيهم شويه افكار حلوين، عشان لازم في الامتحان هيسالك منهم. فيلا بينا. عندنا هنا مديك حاجتين، وهي طريقه تبديل الدوائر وطريقه تبديل الحزم. بيقول لك قول لي مزايا كل حاجه فيهم وعيوب كل حاجه فيهم. لو مسكنا مزايا تبديل الدوائر هتبقى الميزه بتاعتها الخط مشغول مما يضمن استقرارا اتصالا مستقر، فدي رقم ألف، ماشي. طيب العيب بتاعها يستخدم فقط عدد الخطوط اللازمه للاتصال المطلوب. طيب لو مسكنا المزايا بتاعت طريقه تبديل الحزم هتبقى
من الممكن التعامل مع عديد من الاتصالات في نفس الوقت. طيب عيبها ان ساعات بيحصل تاخير او فقدان البيانات اثناء الارسال، فدي هتبقى ب. ماشي. طيب مديك هنا جدول. بص هو ما انا بقول لك ده بقى يبقى ايه الاسئله الميكس بقى. ماشي. هو كده الامتحان كله ام سي كيو، بس الحاجات دي مهمه جدا لان منها هيسالك الاسئله الام سي كيو. طيب مديك هنا جدول، جدول الطبقات اللي هي الطبقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. طيب الطبقه الاولى، تعالى نمسك الطبقه الاولى. وظيفتها ايه؟ اللي هي الاتصال المادي او التفاعل بين الاجهزه، فدي هتبقى النيتورك انترفيس لاير، فدي هتبقى 2. طيب الطبقه الثانيه اللي هي تخصيص عنوان اي بي، تخصيص عنوان اي بي هتبقى انترنت لاير. ماشي. طيب الطبقه الثالثه اللي هي التحكم في الاتصال وكشف الاخطاء واعاده ارسال البيانات، اللي هي الترانسبورت لاير. ترانسبورت لاير، ودي قلنا البروتوكول بتاعها اللي هو التي سي بي واليو دي بي. ماشي. الطبقه الرابعه بقى اللي هي الابلكيشن لاير، اللي هو الاتصال بين التطبيقات. ماشي. بالنسبه للجداول من 1 ل 3، وهنا مديك 3 جداول. ماشي. التي تم انشاؤها باستخدام الجدولين دول، يعني بدولة الجدولين الرئيسيين وطلعنا منهم 3 جداول. بيقول لك اختر اسم العمليه التي تم اجراؤها من الخيارات من الف ل ث. من الف ل ث اللي هو الف ب ايه الف ل ث دي يعني. ماشي فكك، هو كده اللي هم ال3 جداول دولت. ماشي. هنقول كل جدول فيهم اتعمل عليه عمليه ايه. احنا عندنا 3 عمليات، حاجه اسمها السلكشن اللي هو الانتقاء، والبروجيكشن اللي هو العرض، والجوين اللي هو بنضم جدولين في بعض. طيب ده رقم 1 اتعمل عليه عمليه اسمها ايه؟ عمليه البروجيكشن اللي هو العرض، اللي هو عمليه البروجيكشن او العرض دي بنطلع من الجدول عمود بس. طيب ده اتعمل عليه عمليه ايه؟ اللي هو بياخد صف كامل. ده اسمه ايه؟ صف كامل يعني بالعناوين الاساسيه بتاعته، فده اسمه ايه؟ اسمه سيلكشن اللي هو الانتقاء. ماشي. طب الجدول اللي هو الاخير ده ضم الاثنين على بعض، فده اسمه جوين او ربط. ماشي. ايه ده؟ هو اصلا كاتب لي هنا الحاجات، انا برضو عمال اقول ايه من الف ل ث دي. ماشي. هنا هتبقى الف اللي هو العرض، وهنا هتبقى ت اللي هو الانتقاء، وهنا هتبقى ربط اللي هو الب. ما شفتش خالص الاختيارات دي بس مش مشكله، كويس عشان اشرح اللي انا كويس ان انا شرحتها لكم بالمره. دي بقى الالجوريثمات فلو تشارت، اللي هي المخططات الانسيابيه اللي احنا كنا عاملين مخططات انسيابيه يعني فلو تشارت. من المخططات الانسيابيه التاليه ومديك 3، اختر ما يناسب المخطط من A ل C الذي بص من اول هنا يبتدي السؤال بقى، الذي يصور الحاله التي إذا كان المنتج المخزون في المخزون قم بشرائه وإلا أوقف التسوق. فهنا مديك شرط، الشرط ده بيبقى فيه يس ونو، فنشوف هنا إيه اللي فيه شرط يس ونو ده، أو كونديشن دي يعني شرط. لو المنتج موجود يس نفذ العملية 1، طب لو نو خلاص خش بقى على إيه؟ لو أوقف التسوق. ماشي. الشكل اللي على اليمين ده مخطط نشاط. بص في حاجه اسمها مخطط انسيابي اللي هو الفلوت شارت، وحاجه اسمها مخطط نشاط اسمه دايجرام. طيب او اكتيفيتي دايجرام اسمه اكتيفيتي دايجرام. الشكل اللي على اليمين ده هو مخطط نشاط يوضح العلاقه بينك وبين آلة بيع عند شراء المنتج. بيقول لك اختر الخيارات من 1 ل 4 ما يناسب يلا بينا نخش نحل. اول حاجه ستارت بدأ، اول حاجه بنعملها ايه؟ بندخل المال. ماشي. في هنا ده شرط، ده حاجه بتحصل لو ماشي. 2 الضغط على زر شراء المنتج هتبقى 3. ماشي. بعد كده بيروح لايه بقى؟ بيتم عد المال. ماشي.
لو المال يناسب سعر المنتج نفذ ويتم اخراج المنتج. طب لو لا، بيرجع تاني لنفس العمليه اللي هو بعد ما يحط الفلوس ويقول له دخل المنتج، عشان يدخل منتج ايه؟ يساوي نفس سعر الفلوس. طيب اوكي ماشي. السؤال 120، اختر البرنامج الذي يعرض نايس تو ميت يو. الجمله ديت من الخيارات من A ل D. عشان نعرض جمله بنستخدم حاجه اسمها برنت، طباعه، او بنطبع جمله. فبرنت عندنا هنا 2 برنت، بس ايه الفرق بينهم؟ ان هي دي احنا عايزين نعرض نص، فالنص لازم نحط علامات تنصيص زي ديت كده اهي، اللي هم دولت الدبل كوتيشن دولت، واحد هنا واحده هنا، فهتبقى ايه؟ دي غلط، لان ده احنا عايزين نعرض نص، فدي كده ده كده مش عرض نص. ماشي. اختر البرنامج الذي يعرض years old 17 من الخيارات من A ل D. ماشي. برنت ايدج ينفع نطبع وبعد كده نسند ده كده. بص ايدج ده كده فاريبل، ماشي، بنديله قيمه. ينفع نطبع الاول؟ لا، فاحنا بنشوف الاول ندي الايدج دي او نسند الفاريبل، بنديله القيمه بعد كده بنطبع. فيبقى عندنا اخر حاجتين دولت، بس في واحده فيها 2 يساوي، واحده فيها يساوي واحده. فهي دي هنا 2 يساوي، دي يعني مقارنه، احنا مش عايزين مقارنه، هي هتبقى دي اللي هي يساوي واحده. هنا ادى للسن الايدج 17 years old وبعد كده طبعها، فهتبقى دي. ماشي. اختر البرنامج الذي يعرض 15 من الخيارات من A ل D. 15، فهنا هنحتاج اللي هي بنسند القيمه الاول، دولت كده مستبعدين. ماشي، عشان احنا ايه بنسند القيمه للفاريبل بعد كده بنطبع. فهنا A 5 باقي اسميه الثلاثه بتساوي 15، لا، بس 5 في 3 دي علامه في 5 اللي هي في ديت، ماشي، بتساوي 15، فهتبقى 5 في 3 بتساوي 15، فهتبقى الاجابه سي. اختر البرنامج الذي يعرض 2 من الخيارات من A ل D. ماشي، الذي يعرض 2 من الخيارات، طبعا هنستبعد، لا مفيش استبعادات هنا كله. ماشي، هنستبعد دي عشان دي مقارنه ودي مقارنه، هنستبعد دي ونستبعد دي، هنخلينا في دولت. بي اللي هي دي اس، دي لما تلاقي 2 نجمه زي دولت كده يبقى ده اس، يبقى 2 اس 3 بتساوي، هو هنا 8 اس 3 بتساوي 2، لا، بس 8 ودي بتساوي 2. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ 8 على 3 بتبقى 2 وشويه كسور، هو دي اللي هو زي باقي الكسر كده وشويه كسور، ماشي، فهو هنا بياخد الرقم الصحيح بس، فهتبقى 2. يبقى العلامه دي بتطلع لك في الغالب او مش في الغالب على طول بتطلع لك كسر، بس انت بتاخد الرقم الصحيح. ماشي. اختر البرنامج الذي يعرض 81 3 أس 4 ب 81. اوكي، ليه ما اخترناش دي اللي هي 3 أس 4؟ علشان دي مقارنه، 2 يساوي دولت مقارنه، احنا عايزين يساوي واحده بس عشان بنسند قيمه للفاريبل. ماشي. عند تنفيذ البرنامج التالي اعطي النتائج للعناصر من واحد. ماشي، تعال نجاوب، هو عايزنا هنا نجاوب يعني. ماشي. هنا مدينا فاريبل اسمه سي، والفاريبل ده بيساوي 9. تعال بقى ايه نطبع بقى، هنطبع اي 5 حاجات. 9 زائد 2 11، 9 ناقص 4 5، 9 في 2 18، 9 على 2، بص دي اللي هي العلامه اللي احنا قلنا 9 على 2 هيدينا 4.5، فهتبقى الناتج 9 على 2 بتساوي 4.5، فالناتج هنا هيبقى 4. طب 9 باقي قسمة الاثنين، 9 باقي قسمة الاثنين هتبقى 4.5. طب تعالى ننقص واحدة تانية، ننقص من ال9 دي واحدة، 8 على 2 طالما رقم 10 يبقى ما تنفعش خلاص، 8 على 2 هتبقى 4. رقم صحيح، يبقى نطرح ده من ده، 9 ناقص 8 يطلع لنا 1، يبقى الإجابة هنا 1. دي الطريقة اللي بنجيب بيها باقي القسمة
بيقول لك انا اختر البرنامج الذي ينتج نفس نتيجه، بص هو ده السؤال، الذي ينتج نفس نتيجه التنفيذ. ماشي، من الخيارات وانا مديك برنامج وبيقول لك ده هيطلع الناتج بتاعه، بص الناتج بتاعه ده ايه؟ 0 1 2. ماشي، بس مش بناخد الثلاثه 0 1 2، بيبقى دي لو طالما حاطط لك لوحدها كده بتبقى اللي هو الرقم ده ناقص 1، يبقى الاند ده الستارت كده، ده بيبقى الستارت وده الاند. الاند بتاعنا بيساوي الرقم ده ناقص 1، يبقى 3 ناقص 1 بتساوي 2، يبقى ده الاند بتاعنا، البدايه والنهايه. بيقول لك هنا عايز البرنامج اللي بيطلع نفس النتيجه، اللي بيطلع نفس النتيجه دوت. ليه؟ لان انت هنا مديك 3 حاجات، هنا مديك ستارت ومديك اند واللي هو الرينج. طب هو هنا بص هنا بنحلها ازاي؟ احنا عايزين نطلع من هنا ستارت واند، فده الستارت بتاعنا خلاص. ماشي؟ طب عايزين نطلع اند، هنا مفيش اند، هنا عشان نطلع نهايه بناخد الرقمين دولت وبنطرحهم من بعض. 3 ناقص 1 بيطلع لنا الاند اللي هو الاثنين، يبقى 0 و2 بقى كده معانا ستارت واند، فالناتج هنا 0 و1 و2، فهتبقى الاجابه بي. ده شغل برمجه. اختر نتيجه التنفيذ المناسبه عند تنفيذ البرنامج ده. هنا معانا if condition. يعني ايه if condition؟ if condition دي اللي هي لو، if condition دي اللي هي لو، اللي هو لو حصل كذا اعمل كذا، طب لو ما حصلش كذا اعمل كذا، تبقى شرط بيس ونو. ماشي، النتيجه المناسبه، وهنا عايز مديك هنا 3 اختيارات. ماشي، ده برنامج هنا مديك فاريبل اسمه اكس وبصاله قيمه 7، بقى اكس بتساوي 7. ماشي، بيقول لك لو الاكس اصغر من الثلاثه، دي علامه اصغر، لو اكس اصغر من الثلاثه اطبع الجمله دي. طب لو بص ال اف دي اللي هو لو تاني، يعني هو مديك شرط تاني، لو الاكس اصغر من او يساوي 10 اطبع دي. طب لو ما فيش حاجه من الاثنين دولت خلاص خش على إلس بقى. ماشي، يبقى إلس دي اللي هي ايه؟ اللي هو الناهيه، لو ما فيش اي حاجه من الشروط اتحققت خلاص اطبع دي. ماشي، بس احنا فينا حاجه اتحققت، دي ما اتحققتش خلاص فنخش على اللي بعدها. دي اتحققت، الاكس فعلا اصغر من او يساوي ال10 لانها هي ب7 هنا، فهتبقى الناتج هنطبع وي ويل سيت يور ات ا تيبل، فهتبقى الاجابه بي. هي صح كده. ماشي، اختر البرنامج الذي يعرض جريد از ايه. ماشي، تعالى نمسك رقم ايه. هنا بوينت مديها لك ب90، هنا ده فاريبل ب90. بيقول لك لو البوينت اكبر من او يساوي 90 اطبع جريد از ايه. هل الايه البوينت اكبر من او يساوي 85؟ ايوه، فهتبقى ايه؟ ريزلت بتساوي جريد از ايه. طيب ثانيه واحده عشان انا في ايه حاجه اتلخبطت، مش قصه اتلخبطت، بس في حاجه انا ايه شاكك فيها. اصل دي تنفع لان فعلا البوينت اكبر من او يساوي 85، ودي تنفع تصدق، ودي تنفع، بس دي غلط، دي لا احنا هنا اخترناها غلط. ماشي، ليه؟ لانه بيقول لك هنا اطبع وعايز يطبع، يعني مش بقى، هو هنا عايز يطبع فيطبع يعني برنت. هنا رقم ايه دي ما فيهاش برنت، ما فيهاش طباعه. طب هنا في برنت فنخليها معانا. طب هنا رقم دي ما فيهاش برنت يبقى مستبعده. يبقى المنافسه بيننا بين ايه؟ بين سي وبي. هتلاقي اصلا الاثنين ال90 فعلا اكبر او 85، فالشرط اتحقق. بس هنا في حاجه وهنا في حاجه. ايه بقى الحاجه وهنا الحاجه؟ فين الاختلاف؟ انا بفكر معاكم. بوينت 90 بوينت بص هنا مش مديك يساوي، هنا بوينت 90 على طول، فده هنا ايرور اصلا مفيش اي حاجه. بس هنا بوينت بيساوي 90، فهو هنا اسند ال90 للبوينت، يبقى الاجابه رقم بي، يبقى دي الصح.
ماشي. بص حته يساوي خلتني يعني ابص كده واقارن واقعد افكر، فركزوا في الامتحان كويس. ده كده كود HTML اللي احنا عمالين نتكلم فيه، اللي هو بتاع الهيكل الصفحه. تايتل about me، ومديك ايه H1 اللي هو عنوان الرئيسي ادم. قم بتغيير لون النص وحجمه باستخدام CSS. ماشي، هناخد H1 هنديها color، او ممكن ان نعمل ايه، بص ندي ال H1 دي هتبقى H1 بنعمل حاجه مثلا اسمها ايه بقى كلاس ده عشان نميزه. كلاس مثلا كلاس ايه، ممكن مثلا نديله كلاس تايتل، كلاس اسمه تايتل. ماشي، بعد كده نقفل التاج H1 ادم، بعد كده نقفل تاج. كده ادينا ال H1 ادينا حاجه اسمها كلاس. بنيجي بقى في الكود ال CSS بنعمل ايه؟ بنعمل دوت كلاس وبنفتح قوسين كده ونكتب بقى جوه اللي احنا عايزينه بقى. وقال لك هنا غير لون النص color red. ماشي. وقال لك حجمه فونت سايز مثلا 13 بيكسل، او خلينا ايه مقنعين شويه 33 بيكسل. كده احنا غيرنا الخط بتاعه والحجم، الحجم بتاعه واللون. عرفت بنعمل الموضوع ازاي؟ بنديله كلاس وبعد كده بناخد دوت ثواني سوري مش دوت كلاس، هنا دوت تايتل. دوت الكلاس، ان الكلاس ده اساسي، ده بنكتبه في اي حاجه، انما ده المتغير. ماشي. مديك هنا ايه كود HTML، وعايز ايه بقى هنا؟ ايوه فين السؤال برضو؟ السؤال فوق انا ما خدتش بالي منه ولا ايه؟ ايوه بعدين برضو مش فاهم. احنا كده اصلا خلصنا. طيب طب هو السؤال ده كان ايه؟ هو ده اخر السؤال معانا. طيب تعالى نفكر له في حاجه. ماشي، هنا مثلا نغير لون ادم. هناخد الاي دي ده اللي هو نيم، هيبقى دوت نيم ونفتح قوسين كلر مثلا ريد. كده خلينا ادم باللون الاحمر. طيب تعالى نعمل حاجه حلوه. هنا مثلا مدينا بوتون اسمه تشينج تكست، وبيقول لك ايه اي دي، مديله اي دي اسمه بوتون. فهنعمل هنا ايه دوكيومنت دوت جيت اليمنت، يعني دوكيومنت دوت جيت اليمنت باي اي دي، وبعد كده هنديله التشينج تكست، وبعد كده هنديله يساوي مثلا سعيد. هيحصل ايه بقى؟ هيظهر زرار في صفحه الويب، لما ندوس على تشينج تكست هتحول ادم لسعيد باستخدام فانكشن اسمها ايه؟ دوكيومنت دوت جيت اليمنت باي اي دي. مسكنا بيها الايه البوتون ده. بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل اللي هو الكونست او الفاريبل اللي احنا طلعناه ده، بنديله فانكشن اسمها ايه؟ اون كليك. اون كليك دي بتعمل ايه؟ بتقول لك مثلا ايه بقى؟ غير من ادم لسعيد. فاول ما تدوس على تشينج تكست، اون كليك دي اللي هي بتتحكم ايه؟ في الازرار. اول ما تدوس على تشينج تكست هتحول من ادم لسعيد. كده انا خلصت لوكشه الاسئله، واديك اهو شفت. يعني انا والله ربنا يعلم مفيش اي تفصيله في المنهج مش حاطط عليها سؤال. ولو احتجت اي حاجه يعني قناه الواتساب هتبقى في الديسكربشن بتاع الفيديو من تحت، خش واسال اي سؤال انت عايزه. بص انا معاك لحد ما تخش اللجنه. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.